سي مصطفى كنت سولتك على تقييمك للمقاربه اللي تعاطت بها الدوله مع حراك الريف، ما يسمى اعلاميا بحراك الريف، واللي كان متمركز في الحسيمه، لكن المناطق المجاوره لها عرفت واحد الاحتجاجات، يعني امتدت الاحتجاجات الى المناطق المجاوره لها. كيف شفتي المقاربه اللي تعاطت بها الدوله؟ هو صراحة الدولة حريصت على أنها تعمل بطريقة اللي هي فيها ضبط النفس إلى حد كبير. تعرف بأنه كان هناك احتجاجات واحد المدة طويلة، لكن كانت هناك بعض الأحداث اللي هي أحداث مؤسفة هي اللي عجلت بتدخل الدولة. والدولة دائما لما يكون عندها تدخلات أمنية مهما كانت منضبطة وكانت دقيقة كتكون فيها بعض المشاكل. واللي أفضل صراحة هو لما مشى سي ناصر للمسجد وقاطع خطيب، فكنت أعرف بأن هذه بداية لمرحلة صعبة، وقد كان ذلك. لماذا؟ لأنه هذا تعبير على تحدي الدولة في واحد الفضاءات التي هي ديال الدولة 100%. مقاطعة الإمام ماشي أول حدث من نوعه في المغرب بذاك الشكل. لا، هي أول مرة. لا يوجد ولم يوجد شي فئات تحتج على أوضاعهم الاجتماعية جات قاطعت. يعني المقاطعة المرتبطة بالاحتجاج ممكن، لكن مقاطعة أشخاص لأئمة كتكون ولكن عندها واحد الطبيعة خاصة. هنا كدخلنا منطقة تحدي الدولة. تحدي في المجال الديني، ماشي في المجال الديني، ديال سيادة الدولة وسلطة الدولة بشكل يعني فيه واحد النوع من صراحة التجاوز اللي هو صعب. فهنايا تقرر إلقاء القبض عليه وبدات المشاكل. فأكيد أكيد أنه في المرحلة الأولى كان هناك ضغط النفس، أكيد كان هناك مبررات للتدخل الأمني، خص الأمني يتدخل لأن هي دولة. كانت مبررات؟ طبعا لا يمكن أن تصبح واحد المنطقة خارج سيطرة الدولة. أنت تعرف بأنه لما مشى وزير الداخلية راه ما خلاوش واحد المجموعة ديال الشباب الهليكوبتر ديالو الطائرة ديالو مشى لمنطقة خارج الحسيمة. يهمش، راه عندنا في واحد الوضعية صعبة. هادوك كانت لهم ملف احتجاجي حول شي أراضي سودانية ما يهمش، راه هذاك الشيء يدخل في شيء. حين تشوف دائما الفتنة لما كتشتعل راه كيدخلوا فيها فتنة شاد ولا فات. طبعا كانت فتنة وكانت فتنة صعبة. فإذا لما التدخل الأمني صراحة كانت فيه احتياطات وكان فيه يعني حرص على كانت إصابات. أنا هذا الشيء بغيت نقول لك، أنا غير شيء كان مازال ليا، كان فيه حرص الله كيشهد على أنه دوز الأمور بواحد الشكل مهني. ولكن راه اللي كيحصل في أي تدخل أمني في العالم إلا بقى فيه الأخذ والرد والشد والجذب مع المواطن كتعود التجاوزات كتكون من طرفين، لأنه هذا المواطن كيضرب حجرة، هذا شرطي كيعود يتجاوز الحدود المرسومة ليه، وبالتالي وقعت أحداث مؤسفة ومؤلمة. راه توفى شي شخص أو جوج في هذه الأحداث. على الأقل شخص واحد اللي بقى في المستشفى، عماد العتابي، شي واحد مات الله يرحمه. هذه مسألة حالة مؤسفة. لكن أيضا خصنا نعرفوا باللي راه أشعلت النار في مقر ديال هذا قبل الأحداث ديال جهة أمنية، أو في منزل كان يقيم فيه، في منزل كانت يقيم فيه القوات المساعدة حتى البوليس، التدخل السريع. هو التدخل السريع، المهم واحد النوع من القوات في إمزورن، فعادوا الناس كينقزوا من الفوق إلى هذا. فكانت هناك يعني ظروف صعيبة. بعد أيضا شفنا هذيك المشهد ديال ناصر اللي تم تصويره وتقديمه. هذيك المسائل كانت مخلة، وكنت عبرت حينها على رأيي بأنني أرفض مثل هذا هو السؤال اللي بغيت نطرحه لك سي مصطفى، أنه فعلا شرتي بأنه كان مرحلة ضبط النفس أكثر من 7 أشهر ديال المسيرات. الناس اللي كنظموا المسيرات كيقولوا مسيرات سلمية، ورفعت فيها الرايات المغرب إلى جانب رايات أخرى التي اعتبرت رايات الجمهورية الريفية بين قوسين. واش الاستعمال ديال هذيك الراية كان له كذلك دور في تأجيج الوضع أكثر، ودور في دفع الدولة إلى أنها تعجل بالمقاربة الأمنية؟ ما عنده علاقة بالشراية، الأمر عنده علاقة بواحد الجزء من الدولة
أصبح خارج السيطرة، وأصبح خارج السيطرة. خارج السيطرة، نعم. وأصبحت واحد الفئة من المحتجين هي اللي تقريبا تقرر، والسلطة العامة ما بقاش عندها القدرة على التدخل يعني المباشر. فكان لابد واحد الوقت يجيو كان تواجد أمني كثيف آنذاك، وكان إنزال أمني كثيف، لكنه ليس داخل المدينة، في حدود المدينة، وينتظروا الضوء الأخضر. ولكن في ذاك الوقت كان ممارسات اللي هي على كل حال فيها نقاش. من بعد أعطي الضوء الأخضر للشرطة باش تدخل، فوقع التدخلات، فوقعت بعض المشاكل من الجهتين. راه كان هناك يعني أيضا تجاوزات من قبل الشرطة أحيانا، ولكن أيضا من قبل المحتجين أحيانا. وجهة الشرطة كما أشرت، يعني كانت هناك كما أشرت تجاوزات. وصلنا لمرحلة الاعتقال اللي جات من بعد كما شرتي بعد الحادث اللي وقع في المسجد أثناء صلاة الجمعة ديال ناصر الزبسافي اللي اتهم فيها الإمام كونه يعني الحادثة راه معروفة عند الكل. الكيفية اللي تمت بها الاعتقالات كيفاش شفتيها، والحجم ديال الاعتقالات؟ لست مؤهلا باش نحدد موقف. بصفتك وزيرا لحقوق الانسان انذاك. حقوق الانسان ليس محكمه. انا عندي هذا امر يهم حقوق الانسان. لا عندي، شوف الله يخليك، انا انجزت تقريرا شنو عاما، ماشي تقرير ديال الحالات الخاصه. هذا التقرير العام انجزته يعني لصالح من؟ لا ماشي مصلحه الجهه، لا مصلحه الحقيقه، اسمح لي. هذا التقرير أنجزته مع الجهات ديال الداخلية والأمنية وغيرها، ياك، اللي هو كيستعرض كيف وقعت الأحداث وإلى أين وصلت. طبعا كانت هناك واحد الصيغة أولى أنا رفضتها، صيغة دارتها الجهات الإدارية والأمنية. شنو اللي خلاك ترفضها؟ لأن لقيته ماشي بداك الشكل اللي أنا بغيته يكون، ماشي بداك الشكل أو غير محايدة، نفس حقوقي وموضوعي ما لقيتوش فيها. عاودت جلست مع الجهات المعنية وتحت إشرافي. شكون هذه الجهات المعنية؟ الجهات الأمنية كلها المعنية، والجهات ديال الداخلية إلى غير ذلك. وهذا الشيء فين كاين؟ في المندوبيه الوزاريه لحقوق الانسان، لانه وقدا معايا الناس ديال حقوق الانسان، معنا الناس ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان الى غير ذلك. وانجزنا وثيقه اللي كنعتبروها وثيقه يعني مرجعيه مهمه. وناديت على الصحافه والحقوقيين وقريت عليهم يعني التقرير، وعرضت عليهم الصور، الفيديوهات ديال هذوك الشرطة المصابين إلى غير ذلك، وأيضا المصابين من المواطنين. يعني كان موضوعي المواطن هم الإصابات فيهم، والشرطة هم الإصابات فيهم إلى غير ذلك. وأعطيت الكلمة لكافة الحقوقيين الحاضرين، تكلموا كلهم يعني 31 واحد. بدرت واحد الوثيقة فيها الرأي ديالنا والرأي ديال الحقوقيين اللي كانت في أغلبها عندها وجهة نظر مخالفة. ومشيت للحكومه ووزعت لهم هذيك الوثيقه اللي فيها تقرير على ديالنا والتقرير على اللقاء. واتذكر ان السي بوريطه وزير الخارجيه نوه بالتقرير وقال سيحيله على جميع السفراء المغاربه باش يعتمدوه بما فيه هذيك الملاحظات ديال جمعيه الحقوقيين اللي كان احيانا فيها بعض المعاني الحاده. لماذا نعتبرنا هذا هو المغرب فيه وجهه نظر رسميه اللي كيمثلها وزير الدوله وجهات وكاين الجهات الحقوقيه، وعندنا هذه وجهه النظر وعندنا وجهه نظر، والانسان يحكم. وحيل التقرير فعلا على السفراء. انا سمعت من الوزير بوريطه انه قال هذا الكلام، ولكن ما غاديش نقول ليه واش حلتي ولا ما حلتيش. اعتقد انه ما قال ذاك الا انه غادي يحيلوا. وحنا وضعناه ايضا، وزاره الداخليه اعتبرته والحكومه كلها اعتمدته كمرجع ويمكن لكم الرجوع ليه. كنعتبر ان ذاك موضوع يعني ما كناش كنمارقوا فيه الدوله ولا كنمارقوا فيه يعني المحتجين، كنا كنحاولوا ما يمكن باش نقدموا يعني الحقيقه كما رايناها للتاريخ. التقرير شمل الاحتجاجات والاحداث اللي وقعت في الحسيمه من الفتره ديال اللي انطلقت فيها الاحتجاجات بعد الوفاه ديال محسن فكري الى اي مرحله؟ الى مرحله سميتو المشاريع التي ايضا تعطلت تيجنها، المشاريع التي انجزت والمشاريع التي تعطلت. يعني واش شمل التقرير حتى مرحله المحاكمات؟ لا،
واش شمل التقرير، واش التقرير شمل الكيفيه اللي تم بها الاعتقال، مثلا الصوره التي اظهر بها ناصر الزفافي في طائره الهليكوبتر، واش التقرير شمل هذه المرحله من الاعتقال الى صدور الاحكام؟ لا ماشي صدور الاحكام، هنا قبل من صدور الاحكام. نعم. اما الاحكام ولكن انجز بعد الاعتقال التقرير. اتذكر الندوه الصحفيه انجز بعد الاعتقال، بعد الاعتقال. بالنسبه للمحكمه هذا موضوع اخر. وبالنسبه للصوره ديال السي رئيس الحراك، هذا زعيم الحراك السي ناصر الزفزافي، انا كنت درت تدوينه حينها انني عبرت عن رفضي للتعامل معه بهذا الشكل اللي هو مشين وصراحه فيه تجاوز. الحجم من الاعتقالات واللي قدرتها بعض التقارير الحقوقيه الغير رسميه بانها تجاوزت 500 بل 1000، واش كتشوفها مبرره؟ لا، ما اعتقد ان هذا العدد كان، ولكن راه لا تنسى انه الذين كانوا يحتجون بالالاف. كانت هناك مواجهات ولشهور، فاكيد كانت اعتقالات. طبعا كانت محاكمات في الحسيمه على المناوشات والاحتكاكات الامنيه مع المواطنين، ولكن الملف اللي كان صعيب هو الملف الذي عرض في الدار البيضاء على اساس المرحلون للدار البيضاء او الذين تمت محاكمتهم في الدار البيضاء. هنا كان وقع واحد النقاش قانوني ديال المجال الاختصاص. لماذا رحلوا الى واش قانونيا؟ لا، ما صراحه هذا الشيء ديال اللي هو يعني قضت فيه المحكمه بما قالت ما غاديش نرجع ليه. اللي كاين شنو هو انه محكمه الاستئناف الدار باعتبرت نفسها مختصه وقضت بما قضت به بغض النظر على يعني التفاصيل انا ما غنرجعش فيها. ولكن اللي ناكد هو انه الدوله صراحه حاولت ما امكن باش ان هذا الملف يتحل بطريقه اقل خسائر وافلحت احيانا واخطات اجهزتها احيانا اخرى. وحتى المتظاهرين عموما كانت عندهم تظاهرات سلميه، ولكن احيانا كانت ثم كوزاره عنفيه. وفي النهايه كنتمنى باش نوصل للنهايه كنقول بانه كنتمنى من كل ما وصلش النهايه ان هذا الملف هذا يتحل بعفو يشمل باقي ما وصلش النهايه. سي مصطفى، انتم كوزاره انذاك كنتم اللي كان عندكم الاشراف على المندوبيه الساميه حقوق الانسان، واش واكبتوا المحاكمات؟ لا. واش طالعتوا على المحاضر؟ لا. واش عندكم فكره على التحقيقات كيفاش اجريت؟ لانه هناك بعض الناس اللي كان بعض المحامين اللي كانوا اتهموا، من بينهم محامي اللي خرج ارض الوطن عبد الصادق البوشيجي، اللي كانوا اتهموا الفرقه الوطنيه بممارسه التعذيب في حق ليس من اختصاص يعني وزاره الدوله في حقوق الانسان ولا المندوبيه ان تتابع المحاكمات. هذه من اختصاص المجلس الوطني. نعم. والمجلس الوطني قام بهذا الشيء، دار تقرير والتقرير تهم بانه كان في يعني اثار نقاش. كيفاش شفتي انت التقرير؟ اثار نقاش حاد، وعلى كل حال بوجهه نظر المجلس مستقل من حقه يكون عنده. وانت كحقوقي وكوزير شوف انا لا يمكن شوف واحد القضيه كما لا يمكنني ان اعاقب على القضاء، كنقول ايضا المجلس هو مؤسسه مستقله خاصنا نعطيه الحق والهامش باش انه يعبر رايه، ولو كان هذا الراي يعني غير ملائم وما متفقينش معاه ما كاين مشكل. انا يمكن يكون عندي مشكل في المسائل الهوياتيه، اما في المسائل التدبيريه هذه مسائل اللي طيب من الاشياء اللي اعتبرت ماسه ليست بحق الشخص الذي استهدف بها بل بحق حقوق الانسان في المغرب وحقوق الانسان ككل، هي تلك الفيديو او ذاك الفيديو عفوا اللي خرج ديال ناصر الزفزافي وهو يعني بدون ملابس الا بملابس داخليه. اكيد طالعت عليه. انا قلت لك هذاك امر مستهجن ومستنكر. ما كانش عندكم تواصل انتم في الوزاره انذاك مع جهات كيفاش خرج علاش خرج؟ لا راه كان هذا طبعا التواصل، نقول كلشي كان هناك تواصل وكان هناك يعني شي تواصل، كان نقاش حاد لدرجه احتجاج. كتبتو تدوينه. ملي كنقول لك دائما ملي كنكتب كتكون وصلتي ملي تشوفني كتبت برا معناه ان الحيله ديالي صافي انتهت. تعطى لك جواب علاش خرج هذا وكيفاش خرج؟ كان هناك جواب غير مقنع. شنو هو؟ جواب غير مقنع. قلت لم يكن مقصودا. زاد أجج الأمر. يقول لك لم يكن مقصودا. وإذن كيف وصل إلى الإعلام؟ وأنا لست هنا يعني أنا كنقول لك كان هناك نقاش حاد ماشي زعما حاد مع الجهات المعنية وصراحة لم أقتنع بجوابي. لذلك مشيت درت تدوينة يمكن لك ترجع تلقاه.
نرجعوا عند بزاف. هذاك الفيديو اثار يعني نقاش وخرج بلاغ للنيابه العامه قال بانه فتح بحث وتحقيق في الامر. الحدود الان لم نسمع اي نتائج البحث للاسف فعلا. طيب بالنسبه للمحاكمات استمرت لفتره وحظيت بمتابعه ليست محليه فقط بل بمتابعه هيئات دوليه وحضور هيئات دوليه. تقييمك لهذه المحاكمات واش حظيت بشروط المحاكمه العادله؟ انا قلت بانه المجلس الوطني لحقوق الانسان هو اللي عنده هذه الصلاحيه. انت الان ولكن انت كمحامي مارست المهنه ديال المحاماه منذ 82 وتوليت رئاسه مركز حقوقي. يا سي هشام الحكم على الشيء فعن تصوري. باش نقول لك هذه المحاكمه كانت منصفه ام لا هذا غير واش احترمت شروط المحاكمه العادله. خاصني نكون تبعت المحاكمه، تبعتي التقارير اللي تهضرت عليها. لا هضروا كيهضروا ولكن واش انا غادي نكون بودينا قالوا راه غادي واحد كيقول لك راه مزيانه واحد يقول لك خايبه. انا ما غاديش نقول لك كانسان مسؤول كيحترم نفسه غنقول لك لا احترمت الشروط ولا ما تحترمها. اللي ناكد لك هو انه الجهه اللي كان عندها الحق باش انها تتبع قانون هي المجلس الوطني لحقوق الانسان. احنا في الحكومه السلطه التنفيذيه ما عندناش الحق نمشيو نتبعوا ونقولوا وحتى اذا تبعنا نتبعوا بطريقه في الاوف ياك حنا ما درناهاش. ما تبعتوا لا في الاوف ولا في الاون ولا في كذا. اعتبرنا المجلس الوطني لحقوق الانسان مؤسسه ديال الدوله، اعتبرنا المجتمع المدني هو اللي غادي يتكلم. كاين المحامين ديال الاطراف راه النيابه العامه راه كلشي هذوما اللي كيقولوا. حنا بقينا بعيدين الى ان صدر الحكم. تقول لي شنو رايك في الحكم نقول لك شنو رايي في الحكم. هذا هو السؤال. رايك في الاحكام اللي صدرت واللي وصلت ل 20 سنه. رايي انه ماشي في الحكم. فاش؟ في المتابعه. علاش؟ المتابعه علاش؟ لان المتابعه كاين بامن الدوله. وفصول المتابعه تؤدي من 20 سنه حتى الاعدام. اذا القاضي لا تثبت لي هذاك الفعل يعني اخفض يعني عطاهم اقل عقوبه. اذا فين كان خاص تكون في الملائمه ديال المتابعه تكون شي متابعه اللي ما تمشيش لهذاك المستوى. كيمكن هذا الشيء كنا كنستعملوا هنا في المتابعه. على ما اتذكر سي مصطفى ان قاضي التحقيق حدد واحد الفصول المتابعه فاذا بالنيابه العامه ربما ما عرفش الصيغه القانونيه بالضبط اعترضت عليها واعادت له التحقيق. حتى اللي كيهمني هو ان القاضي كيبقى قاضي ما غاديش نناقشوه هو عنده فصول عنده تثبت ليه. انت هذيك الفصول المتابعه بالنسبه لك كانت غير في محلها؟ انا كنقول دائما علينا على النيابه العامه عموما في الوقت ديال الوزير وفي وقت دابا رئيس النيابه العامه وفي الاوقات اللي غتجي دائما عندها سلطه الملائمه. ما معنى سلطه الملائمه؟ كما قلت في مناسبات مختلفه ان لما كيجي مواطن يعني محتج واحد المواطنين واحد 4 ولا 10 ولا 20 محتجين ويجيو يسدوا الطريق يمنعوا مرور السيارات هذه جنايه. متفقين؟ الا مشيت غادي تمشي ب 10 سنين ولا بشحال ولا ب5 سنين. ماذا كنت افعل؟ لان جيت بعد الحراك العربي كنت كنشوف واش كان شي احتكاك مع الدراك مع الشرطه. فلما اخبر بانه كان احتكاك كتمشي كنغض الطرف كتمشي للتكييف الاخف. التكييف الاخف اللي هو جنحه. اذا القاضي تسع شنو غينظر غير في الجنحه ما غينظرش في الجنايه. اذا كيشوف واش كان اعتداء على الشرطه اياه وقت 3 شهور 6 شهور. فاذا هكذا كنشتغل. في نظرك ان المتابعات ان التهم التي تباع بها ومن بينها المس بامن الدوله ما كاش خص تكون؟ المس بامن الدوله هو مستويات اعلى. كاين صور متعدده. هما الصوره الفصل اللي هو كيعني جاء راه كيعاقب من 20 سنه الى الاعدام. انا بالنسبه لي النيابه العامه كان خاصها هذه في هذيك المرحله دير شي تكييف اللي ما يمشيش لهذا المستوى من المتابعات التي تؤدي اذا ثبتت الافعال اللي هي محل المتابعه الى هذا المستوى من العقوبات. نقطه رجع تصدر. طيب صدرت الاحكام. انت سي مصطفى قلت عندك الملاحظه في المتابعه ماشي في ما بعد الاستئناف. ما غاديش ندخلوا في هذه المراحل كلها. ظروف السجن كثيرا ما اشتكوا من ظروف السجن وانا ذاك كنتم مازالين في الحكومه اعتقد لان الاحكام صدرت وانتم مازالين في الحكومه ومازال ما كنتوش كديروا يعني من كتصدر بلاغات ولا تصريحات من عند العائلات ديالهم واش كنتوا كديروا انتم المواكبه ديال هذه العمليه ديال واش بصح هذيك الادعاءات صحيحه؟ لا كيكون تواصلات حيت حنايا السلطات التنفيذيه كنكونوا في تواصل مع المندوبيه الساميه لاداره السجون تحت اداره السلطه التنفيذيه. المندوبيه العامه للسجون تابع رئاسه الحكومه. وانا شخصيا كنت كنتواصل مع السيد المندوب مرارا في هذيك الحالات
كيعطيني بيانات وصافي، ما عنديش الحق نمشي نبحث في هذا الموضوع كما قلت، لانه الان كاين عندنا الاليه الوطنيه ديال التعذيب اللي هي تابعه للمجلس الوطني، اللي كاين فيها قانون كيحدد هي يعطيها هذيك المهمه. بامكانها تسمع باي لحظه ان شي مواطن تعذب او كاين شي ممارسه سيئه، تمشي لعين المكان وتدير تقرير. ماشي حنا في سلطه يعني المجلس كما يقال انه ولكن جرى انا عدة مرات. كنتواصل مرارا مع المندوب العام وكيعطيني بيانات وراني كنسمع البيانات. تواصلت مع العائلات ديال هاد المعتقلين ديال هاد الاحداث؟ تواصلت مع عائلتهم؟ ما سبقلاش كان عندك حتى شي تواصل معهم؟ كان بعضهم زارني، بعضهم مثل من الاب ديال الزفزافي؟ لا، الاب الزفزافي لا، ما عمره كان عندك معاه شي تواصل؟ حيت ربما كان شي وفد من العداله والتنميه كان زار الاب ديال محسن فكري في الحسيمه بدايه. انا غير معني بوفد العداله والتنميه، انا ديك الساعه مسؤول، كنتكلم معك كمسؤول ماشي كحزب. الحزب راه دار مجهوداته، ولكن التواصل الحكومي كان بعض الناس تلاقيت بهم، ولكن ما كانش فيهم الاب ديال الزفزافي. قبل ما نوصل لمراحل اخرى، هذا على مستوى الاحداث وعلى مستوى المحاكمات، لكن على مستوى اخر حملت المسؤوليه السياسيه من طرف حزب العداله والتنميه في هذه الاحداث الى حزب الاصاله والمعاصره، وبالضبط الى الياس العماري. مدى صحه هذا الاتهام؟ الموضوع ما عندي به علاقه، لانهم اللي كنتحدثوا على المنطقه، وان الياس انذاك هو رئيس الجهه، وانه لا المهم انا لا تعقيب على هذه. لا تريد التعقيب حيت هذه التهالك الحزبي يعني حاجه، انا نتكلم معك مسائل كبيره شويه. اما الاحزاب قال هذا الحزب وهذا الحزب ما قالش، وهذا قدم وهذا اخر، بالنسبه لي تفاصيل ليست بالنسبه لي مهمه حتى تكون محل انشغالي. طيب، هذه الاحداث ديال الاعتقالات ديال النشطاء ديال حراك الريف سبقتها وتبعتها اعتقالات اخرى، بحيث انه قبل المسيره، اثناء المسيره اللي تنظمت في الحسيمه، واللي كانت هي المسيره الاخيره اللي تنظمت في 20 شهر 7 2017، ابان تم الاعتقال ديال حميد المهداوي. وانا ذاك حميد المهداوي ولا عنده واحد الصيت وطني، ولا عنده واحد الراي العام، واعتقل وهو مدان ب4 أشهر موقوف التنفيذ بناء على شكايه اللي كنت رفعتيها به انت انذاك. لا، الشكايه حاجه اخرى ما عندها علاقه باعتقاله، ودينا فيها ب4 أشهر موقوف التنفيذ. ما عندها علاقه باعتقاله يا سيدي، ما عندها علاقه. هذا الشيء كان قبل، ولما هو اعتقل انا تخليت عن القضيه وانتهى الامر بالنسبه لي. اعتقل لاسباب اخرى. قضيه اعتقاله اثارت نقاش لانه تبع في ملفين. الملف الاول هو التحريض عبر التجمهر وكذا، مهضوم نوعا ما، ولو ان فيه اراء انا ما كنقولش بانه هذاك صحيح، لكن الملف الثاني اللي تبع فيه، الاول كان تحكم فيه بعام، الثاني تحكم فيه ب3 سنين، ديال محاوله ادخال دبابه. كيف شفتي هذه التهمه هذه؟ انا ما جانيش منطقي هذا الشيء، ولكن ما عرفتش شنو كان، كيفاش الحيثيات والمعطيات، فما عندي حتى شي تعليق. هذا التبليغ عن لم اطلع على حكم ولا على شيء ولا على الملف، ولكن طلعتي على لا. دابا شوف الله يخليك، لما يصل الامر الى القضاء، السلطه التنفيذيه كيعود هامش الحركه عندها محدود، لذلك كنعود انا كنراقب مواضيع من بعيد وكنتبعها في يعني عناوينها الكبرى، ليس في تفاصيلها، لان التفاصيل هذيك القاضي اللي غادي يناقش ويشوف وسائل الاثبات وكذا وكذا. فكي مؤسسه اخرى كما قلنا هي مؤسسه المجلس الوطني تراقب، كاين مؤسسه المجتمع المدني تراقب، وليس بامكان وزير انه يزيد لي برايه في كل شيء، خاصه اذا كان الامر سبق ان بت في القضاء في مرحلتين ومحكمه النقد. يصعب ان اتحدث في الموضوع. في نفس الفتره اللي كانت فيها الاحداث الريف، او ماشي بالتوازي معه، ولكن في نفس السياق، في نفس السنوات من 2016 2017 2018، مجموعه من المناطق المغرب عرفت واحد الاحتجاجات. كنهضروا على جراده، كنهضروا على زاكوره، كنهضروا على مناطق اللي كانت احتجاجات سميت بين قوسين حراكات. واش بالنسبه لك هذا امر عادي ناتج لاوضاع اجتماعيه ولاوضاع اقتصاديه ومطالب اجتماعيه واقتصاديه بالاساس، ام انه كان هناك امر ما؟ لا، اوضاع اجتماعيه حقيقيه. ينبغي أن نقول بأنه كما أن في الريف كانت أوضاع اجتماعية وما
تفاعلت مع معطيات أخرى حتى أدت إلى ما أدت إليه. احنا عندنا جرادة فعلا أوضاع اجتماعية صعبة، لأن الناس كانوا كيعيشوا على استخراج الفحم الحجري. الفحم الحجري يتسد الموضوع، داك المنجم تسد، توفى شي واحد في شي بقاو الناس كيمشيو يديروا بشكل يدوي بدائي كياخذوا هذيك المادة. وقعت وفيات، كانت مشاكل حقيقية بالنسبة لزاكورة، كان مسألة العطش إلى غير ذلك، لكن مشاكل اجتماعية. وأنا حذرت واحد المرة في لقاء خاص ترأسه رئيس الحكومة من أن المغرب لم يعد يخشى لا من أحداث كبرى، لا يخشى منها، ولكن أحداث يعني اجتماعية محلية راها كثير من المناطق راها مرشحة للانفجار. ولذلك ينبغي أن نشتغل بمنطق سياسة استباقية تقوم باستعراض جميع مناطق المغرب، ونشوفوا المناطق اللي فيها مشاكل كبيرة ونحاولوا ما أمكن باش أننا نعالجوها قبل ما يوقع فيها انفجارات. وكان اشتغال على هذا الشيء، ولكن للأسف من بعد ما جاء الشيء ديال كوفيد للأسف كانت زيارات لجهات ومناقشات. كان هناك اشتغال ومحاولة يعني مسح جميع المناطق. والبعض اعتبره محاولة امتصاص الغضب فقط وإظهار أن الحكومة تشتغل. لا واش الناس غادي تمشي لهم في واحد المنطقة ودير اجتماع غادي؟ لا الناس وهذا ما كانت اجتماعات، ما كانتش برامج ملموسة على أرض الواقع. كانت برامج ولم تنفذ إذن. لا تنفذ. لا مثلا فين؟ لا شوف، جميع المناطق كانت فيها برامج، وهذه البرامج هذه يعني وضعت بتنسيق مع القطاعات الحكومية وكذلك المؤسسات المحلية، جهات وجماعات إلى غير ذلك. وكما يقع في كثير من الأحيان شحال من حاجة كتنفذ وشحال حاجة ما كتنفذ شيء، ولكن القول بأن كذا لا. اللي كان شنو هو أنه للأسف الشديد جاء كوفيد، فيعني وقف كل شيء، وما عادش عندنا حتى القدرة على التتبع ونعرفوا واش هذا الشيء تنفذ ولا ما تنفذش. بعد جات انتخابات وفعلت ما فعلت وانتهى الامر. كنتمناو ان الحكومه اللي كاينه دابا والحكومات الاخرين تشتغل على ما يسمى بالمناطق اللي فيها الهشاشه والفقر، باش انها تنميها وتحاول ما امكن باش تدير فيها مشاريع مدره للدخل، باش ما تخليش الناس يعيشوا الأزمة التي يمكن أن ينجم عنها الانفجار. على ذكرك الحكومة الحالية اللي كيقودها حزب التجمع الوطني الأحرار، ما شفناش فيها، رغم أن كاين ارتفاع ديال الأسعار، رغم أن كاين عدة مشاكل أخرى، ما شفناش فيها بحال هذه الاحتجاجات. وهذا اللي كيخلي البعض يطرح السؤال: والصدفة أن إبان حكومة اللي كيقودها العدالة والتنمية تخرج هذه الاحتجاجات بديك الشكل في هذه المناطق في المغرب ككل؟ هو الناس لما كانوا كيحتاجوا ما كيحتاجوش العداله والتنميه. وعلاش ما احتجوش دابا؟ علاش ما خرجوش بهذا الشكل؟ رغم ان دابا في ديك الوقت اللحم كيدير 50 درهم دابا كيدير 130 درهم، المازوت في ديك الوقت كيدير 700 درهم دابا كيدير 12 13. الزيت في ديك الوقت كيدير 75 درهم دابا كيدير 100 درهم. كلشي ارتفع. علاش الناس ما خرجتش تحتاج بديك الشكل اللي ربما الاوضاع الان الاجتماعيه، الاوضاع الاقتصاديه؟ سول الناس. وانت راك ادرى بالناس من تفاعل حكومي ل 10 سنوات وفاعل حزبي. انت ادرى. انا مستقيل من العمل، ولكن لست مستقل من الخبره. لا مستقيل. نخبرك على فاش كنت الخبره انا اعود مسؤولا. اللي ناكد لك هو انني حينما قمت بتشريح الوضع السياسي قلت بانه ما كاينش خوف من اشكاليات وطنيه. لماذا؟ لان ما بقاتش احزاب اللي عندها هذا النفس الاحتجاجي اللي ممكن انها طالب اضراب عام وكذا، او نقابه طالب اضراب عام وتمشي فيه بعيده الى غير ذلك. فاللي كاين هو الانفجارات المحليه لاسباب اجتماعيه. اما بالنسبه للغلاء هو عام، كاين غلاء فعلا، كاين مشاكل حقيقيه ولكن عامه. هذيك عامه، ما كاينش الان شي قوه سياسيه او اجتماعيه اللي تقدر تعبأ المغاربه كلهم في اتجاه الاحتجاج. ولكن الله يحفظ، بحال كما طرا في الحسيمه جات كاين مشاكل، ولكن فجرها واحد الوفاه ديال واحد السيد اللي هي وفاه دراماتيكيه ديال ابو حسين فكري. بالنسبه ل سميتها المدينه جراده كاين مشاكل، ولكن فجرها الموت
ديال الناس في الغار. اذا راه اللي كيكون يمثل الخطوره هو انه كاين مشاكل، ولكن مشاكل بسرعه، ولكن كتجي واحد اللحظه الله يحفظ هذا الشيء كيمكن يوقع في اي وقت. وكاين التخوف من ان يوقع هذا الشيء هذا الان في تخوف يعني شوف يعني واش كاينه تربه اجتماعيه، احتقان اجتماعي اللي ممكن كاين قلت لك بانه كاين، وينبغي تفاديه، وينبغي للحكومه ان تعطي للمغاربه الامل، خصوصا وان المغرب الان، وهذا قلته مرارا في لقاءات شخصيه وحتى في بعض المداخلات العامه، المغرب مقبل على تنظيم كأس العالم سنة 2030. كأس العالم يلاه معنية به 6 المدن، معنية به طنجة والرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وأكادير. هذه المدن الستة غادي يكون فيها واحد الاهتمام بليغ جدا، وسيتم تطويرها حتى تصبح يعني من مستوى مدن عالمية. المغرب عنده امكانيات محدوده، هذا يعني ان الامكانيات من 2030 اغلبها سيصب في هذه المدن السته ونواحيها، وهذا يعني ان المناطق الاخرى يمكن ان تعيش الخصاص. تعيش الحكومه خاصها، وان لم يكن بامكانها ان تنمي هذه المناطق بمستوى تنميه هذه المدن السته، فخاص يكون واحد العنايه في حدود الدنيا. ولكن من الان على الحكومه هذه او الحكومه الجايه تعلن برنامج تنمية المناطق الأخرى يبتدئ من سنة 2030. بمجرد ما نقولوا انتهى المونديال، هذيك الساعة غنخرجوا من الدار البيضاء، ونخرجوا من الرباط، ونخرجوا من كذا، ونمشيو نركزوا على المناطق الأخرى. طيب. وخاصة الناس المواطنين يكون عندهم الآن الصورة على المشاريع حتى نتفادى أي ولكن في الآن نشتغل بالحد الأدنى على الأقل في التنمية المحلية للمناطق الأخرى. ماشي يكون عندنا واحد الإمكانيات كلها توصل للمدن الستة ونخليو المدن الأخرى خارج التنمية. وأنا أعتقد بأن هذا الشيء راه كاين به وعي، وكنتمنى أنه يبان ويظهر ويترسخ ويجسد حتى لا تتكرر لنا كما قلتي أحداث مثل أحداث الريف. وباش نخرجوا من ملف أحداث الريف ونمشيو لملف آخر قبل ذلك، والصحيح أن السي مصطفى الرميد قاد مبادرة حقوقية من أجل طي هذا الملف، ومن أجل الوصول إلى عفو على معتقل حراك الريف، وباءت بالفشل. لا، ما كان حتى شي نجاح أو فشل، الموضوع ما مطروح في هذا الشيء. أنا فقط كنت وما زلت أطالب بأن يتجاوز المغرب جروحه. المبادرة تجاوزت المطالبة وتجاوزت ربما كان فعل. لا، الشيء اللي كاين المطالبة كانت استجابة جزئية، وهي التي همت مجموعة من الصحفيين والنشطاء، وبقي بعض الملفات، ومنها ملفات ديال الملف ديال لماذا لم تكن استجابة فيه؟ ايوا شوف، يعني كاين هناك مقاربة معينة تقوم على أساس يعني التدرج في معالجة الملفات. واش بعض التصريحات ديال المعفى عنهم من الصحفيين هي اللي عرقلت الاستكمال ديال هذه المبادرة، وهو الشيء اللي خلاك تخرج بواحد التدوينة اللي كتنتقد فيها بعض التصريحات وتنتقد فيها الكيفية اللي تعاطى بها الصحفيون معفى عنهم مع العفو الملكي؟ هما بعض الإخوان، ماشي كل شيء، بعض الإخوان اللي خرجوا فعلا داروا تصريحات وبعض الأمور اللي هي غير ملائمة فعلا، أثرت على مبادرة طي ملف حراك الريف. هو لم يكن هناك قرار بأن غيدار بعد 10 أيام ولا 15 يوم، أكيد خصنا نتسنى واحد 6 شهور، عامين باش الأمور. فهذا غادي يبان من بعد، غادي يبان الآن إذا من العام ولا عامين ما كان شي مبادرة يعني تكميلية للمبادرة الأولى، راه غادي يكون باين. ولكن اللي نأكد، وهذا الشيء راه قلت لهم إخوان في السجن، قلت لهم الله يجازيكم بخير، راه إلا اشتغلت إلى خرجتوا. شكون الإخوان؟ واش ديال الريف أو لا ديال الصحفيين؟ لا الصحفيين. التقيت بمعتقل حراك الريف في السجن؟ لا ما زرتيهم؟ لا، ولكن الصحفيين زرتهم. غادي نجيو لهم بالتفصيل. هما اللي كانوا غادي يكونوا طبعا محل يعني مبادرة ملكية. فقلت لهم راه إلا مشيتوا تصرفتوا واحد التصرف اللي هو فيه العرفان وفيه المسؤولية، راه ستشجعون الدولة على المزيد من المبادرات الإيجابية. أما إذا مشيتوا تصرفتوا واحد التصرفات اللي فيها شوية ديال الأنانية وشوية ديال كذا، راه معنى ذلك أنكم ستخرجون من السجن وستغلقون الباب وتوصدونه على من دونكم. وللأسف أنا خايف ومتخوف
أن يكون هذا هو الشأن، لأنه كاين بعض التصرفات اللي هي ماشي ملائمة. أنا أعتقد بأنه كان هناك يعني اتفاقات معينة على التعبير على الكيفيه ديال التعبير والكيفيه ديال التعاطي، وهذا غادي نجيو له بالتفصيل ديالها. لانك هنا كتكلم على الزملاء الصحفيون توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، عمر راضي، هادو ثلاثه، والعفو شمل اخرين كانوا متابعين في حالة سراح، وشمل كذلك اكثر من 4000 ديال المتابعين في قضايا ديال زراعه القناب الهندي. الاعتقال ديال توفيق بوعشرين هو اعتقال اللي جا مباشره، يعني في نفس السياق ديال، يعني مازال ما بردش كيف كنقولوا بالدارجه، ما بردش القضيه ديال حراك الريف، جا الاعتقال ديال بوعشرين. قبل ما نسولك على الحيثيات وعلى داك الشيء، كيفاش شفتي الاعتقال ديال بوعشرين؟ انا داك انت اولا وزير حقوق الانسان، ثانيا علاقه بوعشرين بحزب العداله والتنميه انذاك يعتبر بكونه كواجهه اعلاميه للحزب، كانت عنده علاقه مع طرف على حساب طرف. كيفاش تلقيتي او كيفاش قريتي الاعتقال ديال بوعشرين من اول وهله من سمعتي باللي راه تعتقل؟ واش سمعتي باللي راه تعتقل او كانت عندك يعني معطيات بانه غيتعتقل؟ واسي توفيق كان صديق ديالي انا شخصيا، ولكن في ديك الفتره اللي تعتقل فيها كنتوا على خصام، صداقه متينه، لكن بعد ذلك وقع بيناتنا سوء تفاهم الى القطيعه. لكن لما غادي تعتقل انا هذيك الليله ما نعسش، لم انام. قبل ما يتعتقل واش كانت عندك شي اشارات بانه يتعتقل؟ لا كنت تتوقع اعتقاله؟ لا. ما سبق لك شي صيفت له شي رساله او شيء من هذا القبيل انه راه ما كانش هذا الامر؟ لا. منين سمعتي الخبر الاعتقال؟ لما سمعت الخبر ظننت انه له علاقه بما قال او شي تعبير معين، فهذا كان محل صراحه انزعاج كبير جدا لدرجه ما نعش. فاتصلت بالجهات المسؤوله، جهتين اللي هما وزاره الداخليه ورئاسه النيابه العامه، فاكدوا لي بان الموضوع ما عنده حتى شي علاقه بالتعبير او الراي، وانما عنده علاقه بممارسات غير اخلاقيه ومخالفه للقانون في المكتب ديالو مع بعض السيدات. من بعد يعني مكان المحضر طلعت على المحضر ولقيت بان الموضوع. طلعت على المحضر؟ ايه. ام طلعت على اشياء اخرى؟ لا، طلعت على المحضر بالاساس. باش من صفه طلعت على المحضر؟ المحضر ما بقاش سري، حين كيدوز المرحله ديال قبل طلعك على المحضر وقبل ما يكون سري او غير سري، وكان مازال توفيق بوعشرين في البحث جاري معاه، قيل بانك اطلعت على اشرطه. ما غندخلش في التفاصيل، ماشي ضروري. شكون اللي جاب لك هذه الاشرطه وكيفاش خرجت هذه الاشرطه؟ واش صحيح طلعت عليها؟ ما غاديش نقول لك اي حاجه، ما نقول لك حتى شي حاجه. اللي طلعت عليه رسميا هو المحضر بعد ما عاد في متناول الجميع، لان المحضر ملي كيخرج من عند الشرطه وما كيكونش التحقيق، حيت هو ما داش عن التحقيق، كيعود اي واحد راهو يعود عمومي، كتعود المحاكمه عموميه. ثم عرفت بان الموضوع هو عنده علاقه بممارسات نسبت اليه. ديك الساعه القضاء هو اللي غيبت فيها وقد بت فيها. انت شخصيا اقتنعت بانه تبع على اساس تلك الممارسات؟ شوف، بشكل مباشر نعم. شنو اللي خلاك تقتنع؟ كاين مشتكيات وكاين وسائل اثبات وكاين بشكل مباشر نعم. بشكل غير مباشر يمكن ان تكون حيثيات اخرى. ما عطيتيناش شي جواب دقيق. ولكن انا غادي نعطيك داك الشيء اللي غنشوف انا، ماشي غنعطيك داك الشيء اللي بغيتي انت. لا، احنا الشيء اللي بغيت انا نقول لك راه السي توفيق راه فاش خرج من السجن بالسجن اعتذر. اعتبره البعض لا، هذاك اعتذار متفق عليه معاه، انا اتفقت معاه عليه، ولكن كان خصو يكون بواحد الصيغه اللي هي صيغه متفق عليه قبل خروجه وبعد خروجه. قبل خروجه هو الوحيد اللي اتفقتي معه على ذاك الاعتذار او لك باقي الاطراف؟ لا، ثلاثه اتفقت معه، ولكن الاخرين واحد بصيغته واعتذروا اوفوا بالاتفاق. الراضي نعم، الريسوني لا. سليمان الريسوني ماشي كان خصو يعتذر، لا، غير قد يعني يدير واحد الكلمه فيها شكر. ودارها؟ نعم. لا، ما دارهاش، لم يفي بوعده معك. طيب غادي نجيو حتى الريسوني. توفيق بوعشرين
أعطي لملفه وأصبح ملف من جهة جنائي يتابع بالاتجار في البشر وجرائم أخرى، وهناك مشتكيات وهناك مشتكى به، والقضية من جهة أخرى الجمعيات الحقوقية وهيئات حقوقية غير رسمية مغربية ودولية اعتبرته معتقل رأي، بل أن حتى المقرر الأممي اعتبر أنه اعتقاله ومحاكمة اعتقال تعسفي ربما على ما أعتقد. كيفاش كتشوف هذاك عنده معايير دولية، هذاك موضوع آخر. دابا اللي كاين شنو هو؟ سامع لكم جا عندكم جا المقرر الدولي دار شروط مسطرة سامع الشيء لا ما كاينش يستمع. هو يعني هذيك الجهة كتراسل الحكومة، والحكومة جاوبت كتجاوب، وفي الاخر كيكون هذا هو اللي كنقصد بالسماع. هذاك في اغلب، شوف نقول لك حاجة، اغلب القضايا اللي تعرض على المقرر المؤسسة الأممية كيكون فيها. لماذا؟ لأن ما كتحاكمكش بالقانون المغربي، كتحاكمك بالمعايير الدولية. يكفي ما كاينش المحامي حاضر عند الشرطة باش تقول لك بأنه كان اعتقال تعسفي فقط، يكفي هذه، بلا ما تزيد معك. هادشي علاش انا كنقول بان حنايا في المغرب الاصلاح المسطره الجنائيه اذا ما كانش فيه امكانيه المحامي يدخل مع الشخص اللي هو مدعى على راسه ما مشيناش بعيد. وباننا صراحه كنقدموا كنأخروا كندوزوا في الوقت، ما عندناش الشجاعه الكافيه. علاش؟ حنايا صادقنا على مجموعه من الاتفاقيات الدوليه، وعندنا تحت يعني سلط علينا الاضواء. فلما كيمشي اي واحد يشتكي ويقول انا تعدت، كيقول لك واش هاد جاوب على هذا الشيء، كتقول له السيد ما تعذبش. ولكن كيقول لك واش كاين محامي؟ ما كاينش المحامي صافي، ما كاينش الضمانه التي تفيد يعني. لهذا تم اقتراح تكون تصوير ديال على الاقل تصوير، ولكن انا التصوير كنت كنقول به عرفتي في المرحله، لا التصوير كنت كنقول به في مرحله وزاره العدل. لما مشيت لوزاره حقوق الانسان وطلعت على الاليات الامميه والتوصيات ديالها، عدت كنقول حتى هذاك ما كافيش لان المحامي الحضور المحامي ولذلك كما قلت لك المواقف المعبر عنها من قبل الاليات الامميه ما هيش محدده 100%، لان قانوننا نفسه غادي يخلينا دائما تحت الصفر. وحتى الدول اللي هي راقيه في الديمقراطيه راه كيكون الاذن ديالها. انا كنتكلم معك حاجه اخرى. احنا عندنا الموضوع ديال سي توفيق او غيره، عندنا احكام قضائيه. هذيك الاحكام القضائيه قالت ما قالت، هذه الاولى. الثانيه الخلفيات هي اللي كتخلي الناس يمشيوا يتهموا الدوله بان لماذا؟ لان توفيق عنده واحد القلم جيد، وفي واحد الوقت اصبح حاد شويه، واكيد انه ولصالح حزب او تجربه سياسيه. المهم اكيد انه لصالح حزب، لا غير صحيح، لصالح حزب العداله والتنميه. لا مش بالضروره، او وجهه نظره انا ذاك ربما باش نوسعوا الدائره تلتقي والعداله والتنميه. لا مش بالضروره. فان يكون عنده وجهه نظر، اكيد انه غادي يثير عداوه جهات مختلفه، وهذه الجهات المختلفه ستبحث عنه. فكان خصو هو ولا انا ولا اي واحد يكون حازم الصباط مزيان، يكون منتبه. قضية سويست واستغلت من طرف البعض، تعتقد بأن سويست واستغلت من طرف بعض هيئات، أشخاص، جهات؟ شوف يا سيدي، كل واحد عنده رأيه يعبر عليه، هذا حقه. أنا ما غاديش ندخل في هذه التفاصيل ونزيد نحكم على هذا وعلى هذا. كما تحكم المحاكم، كاين وجهة نظر كما تحكم المحاكم، وجهة نظر حقوقية عندها أخرى. أنا لست مؤهلا باش نزيد نحاكم هذا ونحكم هذا، ولكنك ربما مؤهل أنك تعطينا رأيك في الأحكام اللي صدرت في حقه، ابتدائيا 12 سنة، استئنافيا 15 سنة. كيفاش كتشوفها؟ قلتها وأؤكدها بأنه كانت أحكام قاسية جدا. كانت أحكام قاسية وجدا لا تتناسب المهم دعني عند هذه الحدود. واخا ندعك عند هذه الحدود، ومن ملف اعتقال لملف اعتقال، لأن واش هذا سعدك ولا شنو؟ الفترة اللي كنت فيها وزير لحقوق الإنسان غير اعتقال تبع اعتقال، واحد تبع واحد. علاش تبع واحد؟ شحال؟ الاعتقال حنا هضرنا على المهداوي في احداث الريف، هضرنا على الاعتقالات الريف اللي وصلت في التقرر حتى ل 500، كاين اللي كيضرب شهر، كاين اللي كيضرب شهرين، حتى وصلت ل 20 حتى ل 500 بعض الاحصائيات. هضرنا على الاعتقال ديال توفيق بوعشرين. حنا غنجيو للاعتقال ديال سليمان الريسوني.